لقيت جوز الحمام دول اسيبهم اخليهم؟ لا، اجيبهم من رقابيهم. اجيب الحمام وانضفه واحطه في الفريزر، وكل لما الاقي جوز او فرده اقوم جايه منضفاهم وحطاهم في الفريزر لما اجمع الكميه دي عشان اعملها تبقى وجبه حلوه وجميله وناكل منها، بدل ما نروح نشتريه. لا، نعمله في بيتنا، نربيه في بيتنا ويبقى حلو وحاجتك موجوده عندك في بيتك. ده الحمام مغسول كويس ومنقوع ومتنضف بالخل والليمون، ونبتدي نحشيه مع بعض. نعمل الحشوه بتاعتنا، هنجيب البصل ونشوح البصلة كده لما تلاقي ريحتها جميلة ومفحفحة كده. مفيش احسن من الطريقة دي لحشو الحمام، دي الحشوة الجميلة للحمام. هتشوحي البصلة، تشوحيها لحد ما تلاقي لونها بدأ يصفر، بس ما يحمرش، يصفر بس. وبعد ما يصفر نجيب الكبد القوانص بتاعتنا ونقطعها قطع صغيرة، بعد طبعا ما تغسليها كويس وتنقعيها عشان ما يبقاش فيها اي زفارة خالص. وتقومي جايباها ونازلة بيها على البصلة اهي، تنزلي بيها على البصلة وتشوحيها مع البصلة كده، تشوحيها تشويح تشويح تشويح، ايدك فيها على طول، مش تسيبيها وتروحي عشان تتحرق منك، لا، تشوحيها كده وتخليها ريحتها حلوة ومفجة كده وحلوة. هي ديت اللي اهي بدأت تستوي معانا، وبدأت الريحة تطلع ريحة الله عليها الله عليها. وبعد كده نجيب قرن فلفل حامي وتنزلي بيه على الحشوة بتاعتنا، لان الفلفل الحامي بيدي للاكل طعم حلو. مش تعمليه بارد ومالوش طعم، لا، الاكل لما يكون حامي بيبقى جميل. وتنزلي بالتوابل بتاعتك، التوابل اللي انت بتحبيها، اي توابل انت بتحبيها، مش لازم ترتبطي بالتوابل بتاعتي. ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات، وتقومي نازله بيهم على الحشوه بتاعه الحمام. والله عليك يا حمام، انت لما تربي حمامك في بيتك تاكلي وتشبعي. ربيه في البلكونه، ربيه في المنور بتاعك، ربيه في اي مكان، المهم حاجتك تبقى موجوده عندك. وبعدين تغسلي الرز وتنزلي بيه، تغسليه وتصفيه كويس، وبعدين تنزلي بيه على الحشوه، تشوحيه 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 عشان ياخد من طعم الكبد والقوانص بتاعه الحمام ويديكي الطعم الحلو. لازم ان انت تشوحيه كويس علشان يديكي طعم حلو. تنزلي عليه بقى بالايه، بالجنزبيل والقرفه الناعمه، تديله طعم حلو، يديكي طعم ويديكي ريحه ويديكي لون ويديكي نكهه، بتبقى حلوه قوي 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 معاها. وتقومي جايبه نص كوبايه صغيره ميه، نص كوبايه صغيره كده، وبعدين تقلبيه مع بعض وتقومي مهديه عليه خالص وتوطي عليه لما يستوي وتغطيه. اول ما يستوي معاكي نص سوا كده نبتدي نحشي الحمام، وهي ديت الايه، الحشوه بتاعتنا. ما شاء الله، لون مفيش بعد كده، ريحه مفيش بعد كده. هتجيبي الحمام وتورقيه من تحت الجلد كده، وبعدين تحشيه. مش تحطي الحصالة بتاعته اللي هي المعدة تمليها بس وتملي بطنه وبس، لا، لازم تورقيه علشان يديكي طعم حلو، وتبصي تلاقي الحمامة مليانة كده وكبيرة وتشبع ويحس ان هم كلهم. مش ان انت تملي الحصالة وتملي البطن يجي ياكل يقولك يا ماما انا ما شبعتش وما حسيتش بطعمه. لازم الحمامة تكون كده زي المطاعم بالظبط، بتلاقي الحمامة كبيرة وممدودة من ايه، عشان بيورقوه ويحشوه من تحت كده. وتدخلي الحشوة تحت الجلد كله، تدخلي بصبعك كده في الحتت الضيقة اللي في الجوانب، ايوه كده، وبعدين تبتدي تحشيه من قلبه. حشو الحمام ما هوش صعب ولا هو في اي حاجة، بس هو فيه جمال الطعم الجميل. وطبعا الحمام بيبقى غالي، فاحنا ما بنجيبوش الا قليل. وفي ناس زينا كده بيربوه في البيت، يقولك لا نربي حاجتنا في بيتنا ولا نشتري من بره ونزهق ان احنا بنجيب بالغالي، والدنيا غلا، ولازم ان احنا لازم نقاوم الغلا، لازم تقاوميه علشان تبقى حاجتك في بيتك. الله على الحمامه بقت جميله، شوفي بقت جميله ازاي، ولسه اما تستوي هتلاقيها كبرت وامتدت وهتبقى جميله معاكي، وتلاقي الحمامه حلوه وتشبع. شوفي هي دي الحمامه. نجيب واحده كمان ونعملها علشان نشوف هي هتبقى ازاي تاني، للي ما خدتش بالها اولاني تاخد بالها تاني. هو ده الحمام الحلو. تجيبي الحشوه وتنزلي عليها من عند الرقبه كده، تفضلي تدخلي 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 وبصبعك، وتدخلي في المكان الاماكن الضيقه بتاعتها، وتحشي من الرقبه الاول، ما تحشيش البطن الاول، لازم تحشي من الرقبه الاول وبعدين تدخلي في البطن من جوه تحشيها عشان تتحكمي في الحمامه كويس. كده خلاص انت توزعي الرز من بره بايديكي كده، توزعيه توزعيه، وبعدين تشوفي لو محتاجه تكملي عشان يتوزع كويس. وما تمليش الحمامه قوي، لازم تسيبي لها حته فيها هوا عشان لسه الرز هيستوي وهيتمدد معاكي. وتحشي القلب، ولازم تسيبي في القلب قيمه صابع كده فاضي علشان لما الرز يستوي ما يبقاش طري، ما يبقاش متضايق الحمامه متضايقه من جوه وتلاقي الحمامه تنفجر معاكي، او تلاقيها مش مستويه كويس. هي دي الحمامه الجميله الله عليها،
حاجة كده تفرح. شوفي الحمام جميل ازاي، واللي وراها واللي وراها واللي وراها، وتملي تخلصي الحمام تمليه وتخلصيه كده، وبعدين في الشوربه وتحطيه. هنجيب بقى الشوربه بتاعتنا بعد ما حشينا الحمام، نشوف هنعملها ازاي. اما الميه تيجي تغلي معاكي، تجيبي معلقه صلصه وتنزلي بيها في الشوربه. لو انت ما عندكيش صلصه جاهزه، تقومي جايبه بصله وتضربي عليها طماطمايه في الخلاط وفصين توم، وتسويهم وتنزلي عليهم بالميه. لكن انا كانت عندي جاهزه في التلاجة. وبعدين نجيب الحمام ينزل واحده ورا واحده في الشوربه. شوفي الحمامه لازم تنزل من رقبتها الاول، علشان لما تبقى رجلها لفوق الميه تدخل في قلب الحمامه من جوه تستوي. ولازم تجيبي معلقه حشوه من الحمام وتحطيها في الشوربه. ما ينفعش الحمام من غير حبه رز فيه من بتاعه الحشوه، علشان الشوربه تبقى طعمها حلو. لو انت عملتيها من غير رز بتبقى ما هيش حلوه وصيصه. وكده الحمام بعد ما استوى نحمره ونخليه جميل، ونحمره كده ونرصه في طبقنا وناكل منه. والله عليك يا حمام، هو ده الحمام الجامد. بسم الله ما شاء الله. اعملي حمامك في بيتك وكلي واشبعي وشبعي ولادك. ودي الشوربه الجميله اللي فيها رز اهيت. هي لو من غير رز ما بتتشربش، بتبقى طعمها مش حلو، بتبقى خفيفه وطعمها مش حلو. شوفي الشوربه جميله ازاي، تفتح النفس ولونها جميل. وده الحمام بتاعنا. اما تيجي تقدميه في الطبق بتاعك وتحطيه مع شويه مكرونه حلوه كده بالبنجر وتعمليها، يديكي طعم جميل. واعملي لايك وشير للفيديو. واللي ما اشتركتش في القناه بتاعتي تشترك في قناتي مطبخي نص حياتي، مع الاكله الجميله الحلوه دي.